ما تستناش موارد، ما تستناش ظروف معينه، ما تستناش لما الدنيا تسمح ان انت تشتغل او تتغير او تتحرك. انت مكلف انك تشتغل بالموارد اللي معاك دلوقتي، غير مكلف بالنتيجه. انت مش مكلف بعد ما اشتغل كل ده انا عايز النتيجه اللي انا عايزها، لا، انت غير مكلف بالنتيجه، انت مكلف بس بالسعي. وليس للانسان الا ما سعى، انت عليك السعي بس. يجي بقى بعد كده اي حاجه تانية، دي بقى النتيجه دي بتاعت ربنا. وطول ما انت متاكد ومتيقن ان انت عملت بالاسباب وعملت كل حاجه عليك المتاحه دلوقتي، فاتاكد ان ربنا مش هيجيب لك الا الخير. وفي النهايه لازم تبقى عارف ان في حسابات ماديه وفي حسابات ربانيه، عمر الاتنين ما بيساوي. ربنا حساباته معاك بتبقى مختلفه تماما. وبجد ياما حاجات في حياتنا حصلت كنا عملنا اللي علينا فيها واكتر وسعينا وجرينا وما جاش الحاجه اللي احنا عايزينها فيها. وحاجه تانية قصادها بجد عملت فيها ابسط الحاجات، اشتغلت على نفسك باقل الامكانيات وربنا قام مكافئك مكافاه فظيعه في الحته دي. حسابات ربانيه بيحطك في المكان اللي مناسب ليك، اللي دريس ده عليك، اللي فعلا لما تلبسه يبقى هو ده الحاجه اللي تناسبك.